فهختصر الموضوع. رفضت ومشيت. ليش رفضت وليش مشيت؟ طبعا كلكم بدكم تعرفوا انا اللي هحكي ليش. انا رفضت ومشيت لانه اصلا زاهد مش طالبني من اهلي، مو حاكين بهيك موضوع، فجأة كله صار. فانتم منطقيا حطوا حالكم محلي. انا بنت عربية بالنهاية، وفي شي عنا اسمه عادات وتقاليد. ما فيني وافق على شاب هيك من الشارع اجى تقدمني وافق معه خلاص يلا نحن خطبنا وخلي اهلي يعرفوا هذا الشيء من الانترنت. يعني قد ما كانوا اهلي مناح معي وقد وقد وقد، المفروض اني انا احترمهم ويكون عندهم علم بكل القصص. المهم انا ما بعرف ليش قد العالم لامتني، قد هي عم يدعوا علي وعم يسبوني وليه 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 وليه. وضحت لكم اول سوا وهو عادات تقاليد. يعني انا ما فيني اعمل هيك شيء بدون ما اخذ راي اهلي فيه، حتى انه هو ما فيه اصلا يتقدم لي بالشارع ما يروح يحكي مع اهلي. هيك بظنوا، ولا انتم بتقولوا غير هيك؟